ساعات بنلاحظ ان شخصين عندهم نفس التعليم واخدين نفس الكورسات، بس ده في بوزيشن عالي وده لسه في البوزيشن بتاعه، وحتى لما بينقلوا لشركات تانية بنلاقي في فرق طفيف ما بينهم. فتعالى اقول لك 13 عادة او 13 حاجة غير واضحة في الشخصيات اللي عندهم كفاءة عالية في الشغل. الاشخاص دي ماشيه بمبدأ ان هي بتكتب كل حاجه بتتقال لها، سواء كانت الحاجه دي ايجابيه او حتى سلبيه، بتكتبها من منظور ان هي تطور من شغلها وتطور من نفسها. ماشيين بمبدأ ملاحظات اكتر يعني انتاج وشغل اكتر. بنلاقي ان الناس اللي الاداء بتاعهم منخفض مش بيهتموا اصلا بالملحوظات ولا بالكلام اللي بيتقال لها، بيسمعوا من هنا وبيطلعوا من الناحيه التانيه لانهم مش فارق معاهم. انما الاشخاص اللي ادائهم عالي فهم بيهتموا بكل كلمه بتتقال، وعندهم قدره ان هم يتقبلوا الراي الاخر سواء كان بالايجاب او حتى بالسلب، فهم هيدوروا من ده وياخدوه لصالحهم هم، وبياخدوا ده بعين الاعتبار وبيستخدموه عشان يحسنوا من نفسهم في المستقبل. مهما كان المسمى الوظيفي بتاعك جوه الشركة دي، سواء كنت مهندس مبرمج مسوق لو حتى نائب مدير، فالكتابة من الأعمال المهمة جدا، لأن أنا عندي قدرة على الكتابة معناها إن أنا بفكر بطريقة واضحة، فبيكون الشخص ده مؤثر إلى حد نحتاج للدعم سواء كان في بداية الشغل أو حتى في نصه. فعشان كده الفريق بيبقى محتاج شخص يفضل يدعمه ويحسه إن على التطوير. حتى بيبقى في أوقات كده بيصيبنا الفتور والملل، فاحنا بنبقى محتاجين حد يقوينا ويطلع بينا تاني ويفضل يدعمنا علشان نوصل للإبداع والقدرة الإبداعية، وهو ده اللي الشخص بيكون محتاجه في حياته. أكيد طبعًا مش من العدل إن أنا أطلب من الشخص إن هو يعمل لي نفس نسبة الإنتاج كل يوم، لإن إحنا أصلًا بطبيعتنا بشر، فيوم ممكن نلاقي الإنتاجية عالية، ممكن يوم نلاقي الإنتاجية منخفضة، ممكن يوم نلاقي الإنتاجية متوسطة كده، بس من الأهم من ده كله الاستمرارية عشان تفضل يكون في إنتاجية. ممكن تكون تفصيلة صغيرة ما حدش بياخد باله منها خالص، لكنها صدقني بتخلي للشغل متعة كده ومرح في الشغل، وبتضيف له حيوية كده في أوقات إحنا بنبقى فيها عندنا فتور فيها. ضروري جدًا إن أوظّف الأشخاص اللي هي بتكون عندها روح العمل في فريق، وإن هُم بيقولوا إحنا مش أنا بس، لإن ده هيكون هُم في فريق واحد، وهيكونوا شغالين على هدف واحد، وده هينعكس بحد ذاته على الفريق ككل، فهينعكس على الأداء والتحسين المستمر بتاع الفريق. الأشخاص دي ما عندهاش أدنى مشكلة إن هي تعترف بالغلط بتاعها، بل بيستخدموا الغلط ده عشان يتعلموا منه في المستقبل ويتجنبوه بعد كده، وما عندهمش أدنى مشاكل نفسية إن هُم يعتذروا لحد من أعضاء الفريق لو غلطوا في حقهم. احترام الوقت حاجة مهمة جدًا في الشغل، وبيساعدك إنك تنجز العمل بدقة، وكمان بيساعد إن معدل الخطأ يكون أقل. الناس دي بقى بتسأل باستراتيجية، يعني مش بيسألوا أسئلة إجابتها آه والّا لأ، لأ هُم بيسألوا أسئلة بهدف معين، وعايزين إجابة معينة وتحليل واضح ليها، وكمان مش بيقاطعوا اللي بيجاوب إطلاقًا وهو بيجاوب أثناء إجابته، لإن هو هدفه إن هو يعرف إجابة، مش هدفه أي حاجة تانية إن هو يبان أو يقاطع أو كده، هو هدفه إن هو يوصل للحاجة اللي هو عايزها في دماغه عشان يقدر ينتج أحسن. وكمان بيطرح الأسئلة بكل هدوء وراحة. هما بيطبقوا نموذج ايزنهاور اللي قسم المهام لأربع مهام: هام وعاجل، وهام وعاجل ده لازم أعمله في اللحظة، غير هام وغير عاجل ده ما بعملوش أصلا، اللي هو هام بس غير عاجل ده بأجله لفترة بحطه في الجدول القريب، اللي هو غير مهم بقى وعاجل بخلي أي حد من الأشخاص المحيطين بيا يعملوه لو هم قادرين يعملوا ده. الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي عن طريق إنك بتحط للفريق مجموعة من الأسئلة كده كأنهم واقعين في مشكلة ومحتاجهم يحلوها، وتشوف طريقة تفكير كل واحد فيهم. أظن بعد كده إن محدش فينا عنده أدنى مشكلة إن هو يكون شخص ذو كفاءة عالية سواء كان في الشغل أو في الدراسة أو حتى في الحياة الخاصة. دول 13 عادة ممكن يكونوا مش واضحين، لكن إحنا نقدر نكتسبهم عشان نكون أشخاص عندنا كفاءة عالية. تكتب العادة دي وتحاول تمارسها على مدار الأسبوع كله وتقولي تطورك فيها وصل لحد فين، عن طريق إن إحنا هنمارسها يوميا. هستناك الأسبوع الجاي تقولي في الكومنت لما مارست العادة دي اكتسبتها ولا لأ. ما تنسوش إن في فيديوز عن كتابة المحتوى وإزاي تتعلموا ومنين تتعلموا بأسهل طريقة ممكنة، هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت، وما تنسوش تعملوا فولو وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكريبشن عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لنا في الكومنتات تحت تحبوا نتكلم عن ايه المرة الجاية.